ممكن يبقى كام؟ مثلا 200 جنيه ولا 500 جنيه ولا 1000 جنيه؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، معلش، الدبلومه بتاعت اول اعداد. سؤال، اول سؤال، معلش عشان ما يعني سمعتش. الكوست بير امم ليد. امم في الاعلانات لما بعمل اعلان بيبقى فيه كوست بير ليد، اللي هو الكي ايوه، بي اي بتاع الكوست بير ليد، التكلفه ايوه، لكل عميل. لكل عميل محتمل. ايوه، ايوه. المتوسط او المناسب كام يبقى الاعلان ده كويس؟ مثلا 200 جنيه، 500 جنيه، 1000 جنيه؟ حسب انت بتعمل فين، حسب انت في بتعمل في امريكا او مصر. كندا؟ لا، امريكا يعني الدول اللي هي، انت بتعمل اعلان عملاء محتملون ولا اعلان تفاعل رسائل؟ عملاء محتملون. عملاء محتملون. ده بص، الموضوع بتاع التسعير ده يا استاذ، او بتاع تكلفه كل عميل، بناء على انت ما يهمكش التكلفه قد ما يهمك انت دخل لك كام عميل. انا والله ممكن يجي لي عميل في اليوم، ولكن العميل ده هيغطي لي تكلفه يومين يعني يومين عمل اعلانات مموله، فانا بالتالي انا كده ناجح. في حين ان انا ممكن يجوا لي تكلفه كل عميل مثلا 30 جنيه، ولكن انا ما سجلش معايا ولا واحد. فانا ما يهمنيش النتيجه قد ما يهمني النتيجه الفعليه. ايوه، الاداء مهم جدا ان احنا نحلل الحملات الاعلانيه، ولكن انا بشوف النتيجه الفعليه. التكلفه لكل عميل مهمه، مهمه، ولكن هي بتحيل يعني بتوحي بمؤشر معين لحاجه معينه، ولكن هل انا سجل معايا ناس معينه ولا ما سجلش؟ ولا التكلفه دي انا حددتها بناء على ايه؟ تمام. تمام. طب انا مثلا لو حملت مثلا تكلفة 6000 جنيه في الشهر مثلا. في الشهر. ده مثلا مثال ولا يعني ده؟ مثال. تمام. لو جالي كام عميل منهم يبقى ده حاجة كويسة. لو جالك كام يعني فعلي انت بقى مش بتسأل؟ محتمل. بص يا استاذ، زي ما قلنا احنا ممكن يجي لنا مكسب بعد 6 شهور، مفيش اي مشكله، ولكن اضمن استمراريه العميل ده. يعني انا لو العميل ده يفضل مستمر لي ال6 شهور ده، مفيش مشكله انتظر المكسب. تمام. ولكن لو انا دلوقتي عملت حمله ب 6000 مثلا زي ما انت ما بتقول، وجالي عاملين، انا المفروض فعليا المفروض ان انا اغطي تكلفه الحمله الاعلانيه بالعملاء اللي يدخلوا، ده المفروض. ده نجاح الحمله تمام. الاعلانيه، ان الحمله تنجح، ان انا يدخل لي عملاء ب 6000 او 6000 وزياده كمان. يعني 6000 هو غطى التكلفه من اول شهر، تاني شهر ابدا اخد مكسب. طيب ده لو في فاهم. نفس الحمله غطى التكلفه وزاد المكسب، كده الحمله ممتازه، كده نجحت. فهمت. ولكن لو جالي مكسب من تاني او تالت شهر، مفيش مشكله، هي ما خسرتش، لان امم دي خدمه بتقدم على طول، بشكل مستمر. مش مثلا خدمه والطالب هيجري، لا، ده هو هيستمر معايا شهر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، فانا هيجي لي منه مكسب. فهمت قصدك. يعني انا اشوف حسب السعر بتاعي وحسب عدد العملاء اللي هيجي، اضرب الاتنين في بعض في خلال الشهر واقارن ده بالمبلغ اللي انا دفعته. لو هو قريب منه يبقى انا كده كويس، او مثلا احسن يبقى كده ايه، احسن. لو اوحش يبقى انا كده اوحش، وهكذا، صح؟ المهم يدخل مكسب بناء على بقى 6 شهور. يعني في حملات إعلانية كان المكسب بتاعها بيجي من 6 شهور، وبعد 6 شهور بدأ يبقى كل شهر 20,000 جنيه. وحش؟ مش وحش لما أنا أكون مم. اشتغلت 6 شهور، في حين إن أنا دلوقتي جالي بيجي لي بعد ال6 شهور ده 20,000 جنيه كل شهر، مش وحش خالص. تمام. فاحنا بناء على الخطه اللي بنحطها، هنحطها لمده 3 شهور ولا 6 شهور، ولا بناء على الحمله الاعلانيه المفروض انا هتارجت كام حمله، هتارجت كام دوله، والدوله دي هيجي لي منها كام، وهكذا. تمام. فهمت. تمام. السؤال التاني بعد إذنك، دورة إعداد المعلمات دي مجانية ولا بمقابل؟ لا، بمقابل، لان هي مجهود جبار. الاستاذه كانت واخده دبلومه في عين شمس ودبلومه في اماكن مختلفه، واخده شهادات ليها، فالموضوع هيبقى بمقابل يعني. بكام بقى؟ لسه والله، بس بقول لحضرتك هي للمعلمات فقط مش للمعلمين. ما في معلمات طبعا، يعني زوجتي اه، وناس تانية يعني. تمام، ممتاز. احنا لسه بنعد ليها، فباذن الله يعني اللي حابب يشترك هنضمه للجروب، وهننزل التفاصيل مره واحده ان شاء الله. طيب، كتر خيرك، شكرا جزيلا. شكرا لله، تحت امرك. استاذ احمد النجار، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، اتفضل. لو الأكاديمية معمولة على نظام سايت موقع وهيتعمل لها دعاية، هل الأكاديمية دي محتاجة يعني هتفرق عن أكاديمية بقى لها 10 سنين شغالة، ولا هي مجرد ما دام في سايت وهيتعمل له جوجل أدز مثلا مش هيحتاج إن يبقى فيه محتوى كبير عليه، لأن هو بيبقى سايت وعليه رقم واتساب ويدخل عليه وخلاص؟ اكيد لازم الموقع الالكتروني يبقى عليه محتوى. امال الطالب هيدخل بناء على ايه؟ هيعرف خدماتك ايه؟ هو الموقع عامة بيقدم لك، بدل ما تدخل لكل طالب. هو يعني الفرق ايه بين الموقع وبين ان انا مثلا صفحة فيسبوك؟ الموقع ده بيبقى شامل كل حاجة،
شامل الخدمات، شامل المميزات، شامل المعلمين والمعلمات اللي معانا، شامل الاسعار وباقاتها، وشامل كل التفاصيل اللي الطالب محتاجه. فانا بالتالي لما اعمل اعلان على جوجل ادس محركات البحث، فبالتالي الطالب دخل ومرتضي، يعني مش هيكلفني تكلفه وخلاص، لا ده هيدخل وهو مرتضي السعر، هو مختار الباقه اللي هو عايزها. هتفرق عن ان انا اكون متواجد دلوقتي او من 10 سنين، هيفرق في الهويه اللي احنا قلنا عليها. لو شخص مثلا منتشر في امريكا معروف، ايوه طبعا الناس هتبقى عارفه مصداقيته وهيبقوا عارفين ان الشخص ده موجود. ولكن طبعا مهما كان محدش بيشمل الدوله كلها. محدش مثلا بيغطي، مثلا لو حد بيعمل في امريكا حتى لو باقي له 20 سنه، ما عمروش هيغطي امريكا كلها الا اذا كان ايه بقى باقي له مثلا فعلا 10 سنين، وال10 سنين شغال حملات اعلانيه مموله وتسويق بالمحتوى داخل الدوله. تمام. ولكن هيجي لك عملاء، مش معنى ان انت لسه مبتدئ الفيس مثلا هيعاقبك انت لسه مثلا مبتدئ فانا مش هديك عملاء، لا طبعا. الفيس عايز يتربح منك. انت لو دفعت مبلغ اللي هو يعني اللي مرتضيه، ففي الحاله دي خلاص انا هديك العميل اللي انت عايزه. تمام. انا بتكلم عن النقطه دي، ان انا دلوقتي في سايت واتعمل عليه دعايه. تمام. الطالب لما بيدخل السايت جايب له الباقات، جايب له المدرسين، جايب له كل حاجه، لكن هو السايت اصلا مش هنقول ان هو فيه كل حاجه، ولكن هو مش عاطي تفاصيل. يعني مش عاطي تجارب فيديوهات مثلا الطلبه كانوا بيحفظوا على ايدي او كده، لا هو كل اللي فيه الباقات متقسم حفظ رجال، حفظ اطفال، حفظ نساء وكده. وهو السايت فعليا بقى له شهر معمول بس مثلا. لكن هو الطالب يعني هل في طريقه له انه يميز او يدرك ان السايت ده ملوش الخبره مثلا سنين، ولا هو مجرد ما عمل الاعلان هيدخل على لا لا لا، السايت؟ ما بيعرفش طبعا ان ده مثلا لسه بادئ من شهر ولا اتنين، لا طبعا. وطبعا لازم حكايه الاجزاء من الحلقات والفيديوهات مهمه جدا في الموقع. ادام انا صرفت على موقع الكتروني وكلفت عليه، لا لازم طبعا ان هو يبقى موجود عليه اجزاء من حلقات وفيديوهات. اما احنا بنقول في العميل اللي انا بدور عليه، طب ليه ما اضيفش الحاجات دي للعميل اللي بيدور عليا؟ تمام، عشان يديه مصداقيه. تمام. ولازم تتاكد ان الموقع الالكتروني ده ظاهر للناس. لما تعمل اعلان يظهر في محركات البحث، مش مخفي، مش الاسم بتاعه صعب، مش محجوز له دومين او هوست. فاهمني؟ شكرا، جزاك الله خير. استاذه اسراء، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي كنت عايزة أعرف الرينج اللي هو المناسب يجيب مكسب أو يجيب عملاء يعني لأكاديمية لسه مبتدئة. رينج حمله اعلانيه ولا رينج كل حاجه احنا اتكلمنا فيها في الخدمات؟ هي كل حاجة ممكن حضرتك تقولي لي ده وده. يعني هي صفحة جديدة مبتدئة، أكيد تمام. المحتوى اللي عليها مش أحسن حاجة، فتبقى محتاجة تتظبط شوية، وكذلك الإعلانات. إيه احنا الرينج اللي أنا اتفقنا أقدر أبدأ بيه احنا ويكون اتفقنا كويس اوصل للعملاء، يعني ما تمام. يبقاش بهدر فلوس على الفاضي. اكيد. تمام. احنا اتفقنا ان الحمله الاعلانيه لو هعمل اعلان ممول، احنا خلاص عملنا الخطوات اللي احنا قلنا عليها، انشانا محتوى وحطينا قاعده من الاجزاء من الحلقات مع الريفيوهات وعملنا فيديو احترافي وخلصنا خلاص كل الخطوات دي كلها. احنا المفروض لما نيجي نعمل اعلان ممول قلنا انه ما يقلش عن $20 في اليوم. طيب حكايه بقى علشان برضو ليكم كلكم، حكايه انا هدفع كذا فهيجي لي طلاب بكذا، الموضوع ده نسبه وتناسب. الموضوع ده اللي يجي يقول لك انا هعمل لك حمله اعلانيه ب 5000 وتجيب لك 20 طالب او 100 طالب، ده بيكذب عليك. ده واحد اما جاي يجرب فيك او بيكذب عليك ودعايه فعارف ان انت عايز الارخص. ومفيش حاجه اسمها الارخص يا جماعه، في حاجه اسمها الافضل. في حاجه ان انا لو عايز اشتغل كويس ويجي لي ويبقى ليا بعد كده مكانه وسط المنافسين، ففي الحاله دي انا لازم اكون داخل بجوده كويسه وبسعر، واكون مجهز نفسي بميزانيه محترمه. انا لما بدات في حكايه التعليم، انا في الاول صرفت 70,000 جنيه، خسرتها في الاول خالص، ده غير يعني خسرتها بدون ولا طالب، لان انا ما كنتش اعرف في البدايه دي اي معلومه من المعلومات اللي انا قلتها لكم في الاستشاره ولا غيرها اللي موجوده في الكورسات. فانا عماله اقول انا بعمل ايه، وكنت مدركه ان انا يعني جاي يعني عارفه كل حاجه. وسبحان الله، هو البني ادم اصلا طول ما هو عايش طول ما هو بيتعلم. فهو المفروض ان انا مفيش حاجه اسمها ميزانيه كذا هتجيب لي كذا، لا. الموضوع نسبه وتناسب. انا عملت اعلان وعملت كل حاجه صح، ابدا اعمل الحمله الاعلانيه، بناء على الحمله الاعلانيه اقيم النتائج، احلل الحملات الاعلانيه. لان خلي بالك ممكن المحتوى
يكون هو اللي ضعيف بناء على تحليل الحملات الاعلانيه، ممكن المحتوى يكون مش كويس. هل ده عيب؟ ايوه عيب، فنتداركه بعد كده. طيب هل اصلا بيزنس الاكاديميات ده بيخسر؟ ايوه طبعا بيخسر. في مواسم وفي ناس ممكن يوقفوا، في ناس ممكن بعد ما يسجلوا ما يكملوش، فانا ممكن اخسر. علشان ده بيزنس، اي بيزنس، اي تجاره في البدايه بتخسر ولكن بتكسب بعديها. زي ما قلنا احنا ممكن نقعد مثلا شغالين 6 شهور بدون مكسب، ولكن بعد 6 شهور يدخل لي دخل 20,000 جنيه. فانا كاني معايا راس مال 50,000 مثلا بشغله، وال 50,000 دول بعد 6 شهور بقوا 70، وبعد سنه بقوا 90. وصل لكم الصوره ازاي؟ فانا نقطه اللي هو كم ميزانيه يجيب لي كام طالب دي مفيش حاجه اسمها كده. استاذ محمد سعيد اتفضل. استاذ محمد سعيد حضرتك معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام اتفضل. ايوه حضرتك سامعني؟ يعني الصوت بيقطع شويه بس. نقدر نقول ان جوجل اد مم. على مثلا، لو هعمل لو انا مثلا هشتغل على بريطانيا مثلا، نقدر تمام. نقول ان بالاطلاق كده ان جوجل اد افضل بكتير من مثلا انستجرام وتيك توك مثلا، نقدر نقول كده. على حسب الدولة، انت بتقول بريطانيا، تشوف الدولة دي بتقعد فين، وانت عايز هقول عميل بريطانيا نعم. تقنعه. تمام، عايز عميل تقنعه ولا عميل يجي لك جاهز؟ انا عاوز اعمل منصه النهارده، تمام. اخد جوجل اد ولا تيك توك ولا انستجرام يجيب لي عميل بكره، بعد بكره، اسبوع، اسرع حاجه تجيب لي عميل تيك توك، اسرح انستجرام، اولا